السلام عليكم. حلقة اليوم عن الانتخابات وعن الحكومة والأغلبية والمعارضة وعن الحياة السياسية بصفة عامة. نبدأ بتعريف الانتخابات على طريقتنا. حسن. نعم. البارحة لاله حضرت واحد الاجتماع ديال الحزب ديالنا ياك؟ وكان عندنا اجتماع واتفقوا بالإجماع باش غادي نترشح للبرلمان، غادي نولي برلماني. ويلي الحاج صافي بلا فتحة العام. صافي الحاج. أياما لا تربطها بالانتخابات صلة سوى وعود كانت تلقى على مسامعها. يجيو تيقولوا لنا انتخبوا علينا، غندخلوا لكم الماء، غندخلوا لكم الضوء، غنديروا لكم وغنفعلوا لكم، غنديروا لكم كل شيء. تينتخبوا تياخذوا اللي بغاو وتيمشيو بحالاتهم، تيديروا لنا حتى شي حاجه. حاجة. نعم. غادي نولي برلماني وغادي تولي عندي الحصانة. الحصانة؟ شنو هي هاد الحصانة الحاج؟ الحصانة هي نبدا ندير اللي بغيت. والسبب هو الانحطاط اللي ولا فيه الخطاب السياسي والصورة اللي كيقدموا لنا. هذا قال وانت قلتي ونساو المواطن ومصلحته. واش هذاك الياس هو الرجل القوي؟ خليه يخرج يتواجه معنا. اخرج وقابلني، اخرج ايها الجبان. الخير وعمر الباطل. نعم الا درنا حتى حنا الباطل بحالك. نعم. وهذيك الاموال بعدا ما كرهناكش تقول لنا منين جبتيها عافاك، لانه قلت لكم مرارا وتكرارا بلي انا لقيت في هبه بريس لقيت شريط فيه الشباط كيتهم الياس العمري بلي كياخذ الاموال كيبتز اصحاب المخدرات. من هذا الاحمق الذي يثير الضجه هنا؟ اللي مازال كنديرو كنأكدو وكيتقال علينا دوك الساعه هو اننا نساهموا في مواجهه الاسلام ودفاعا عن المسلمين. باش نوفر ما يفهمش المغرب بلد مسلم ماشي بلد اسلامي. وما كاين غير السب والقذف وتبادل الاتهامات وشي وحل شي. تعنت عبد الاله بن كيران. وقالها السي بن كيران. الاخ بن كيران. السي عبد الاله بن كيران. ما فهمتش. والله العظيم نعم كريم يتنبه عبد تلتقطك ما عرفتش غندير لك راهي ما عطيني. كاين مسخوط واحد هو عبد الاله. الامور واضحه. لا والله خط واحد كل عائله عندها مسخوط ديالها هو عبد الاله. لو كان هذاك السيد معقول وهاد العائله اللي تيقول راها معاه. بابا وقتاش وليتي كتعرف تتناقش في السياسه؟ وعلى بالك السياسة؟ السياسة علم، السياسة قراية، السياسة راه شي يقول ليه وشي يقول لا. كاين اللي معاه وكاين اللي ضد. ملي كيطلعوا هذوك اللي كانوا ضد كيوليو هذوك اللي معاه هما اللي ضد، واللي ما هما ضد غدا هما راه معاه وحنا راه اللي معاه كاين. هذا الحزب فر منه رجال. قول لي شكون اللي بقى فيكم؟ بقى فيكم راجل طيب عيتو ما نصحوا باش يبعد هادشي وباش يبعد غيبقى غادي حتى يشوف داك الشيء اللي قلت لي بعيد وجوج ديال البلديه اسمح لي شي كان وبدون معلم. رئيس الحكومه ما يجب متابعته به جنائيا. زين. انا ان شاء الله بحول الله رانا غادي نترشح البرلمان وغادي نولي برلماني. بابا غادي تولي بحال هذاك اللي وراو لنا واحد ضرب في التلفزيون كيتعاير. وملي سولتك قلت لي كيتناقشوا في السياسه. تماما. ونقولوا ان رئيس الحكومه ديالنا شفار وفاسد. الحكومه حكومه كافره فاسقه وداعره. انتهى الشعب. ما يبدا بالليل والله ما تيزول القرابطه اللي تدخل بالليل كله. مرحبا بكم. عشان تعرفوا بلي انايا هو رئيس الحكومه، فهمتي ولا؟ جا المحمديه مدرسه المهندسين دوز سنه. علاش خرج؟ حصلوه في الادارات يشكم بالطلبه. انا ذاك الاتحاد الوطني للطلبه والاتحاد تيشكم بالطلبه.
على من كتحشي الهضره؟ شكون هما هاد الواحد والجوج؟ ومالك انت مع من كتهضر؟ صافي امين صافي. ملي نخرجوا مع 12 غنقول لك شكون هما المباسطين. وهذا الصداع كامل ملي كتكون مصلحه جا معاهم كيكونوا خوت وكينساو كلشي. السياسه لان ملي تغدي لكم جوج لا بنكيران تلاقينا بزاف، جا عندي البيرو داني لدارو، قدم لي الزوجه ديالو، قدم لي الوالده ديالو الله يعني الله يزيد ليهم في العمر، قدم لي نسيبو دخل لي للصالون ديال دارو. بزتي الكرافطه الله يسهل عليك، ركبتي في المرسيدس كبيره وطويله الله يكمل عليك بخير، جالس في الفيلا في حي الاميرات في حي الرياض نور بخير الله يكمل بخير. عبد الاله بالكيران ابن هذا الشعب، لا داخل البرلمان ولا خارج البرلمان ولا في تصريحاتنا في الصحافه قلنا اليوم واحد الانسان اللي هو عاش الشعب ومع الشعب وسيظل وسيبقى ابن هذا الشعب. وملي ما كتبقاش مصلحه كتنوض الحرب بيناتهم من جديد. استناو 2013 الحمد لله الشعبيه ما بقاتش عيا وما يديو ويجيبوا عيا وما يديو ويجيبوا. جاو لعند هذاك الهبيل ديال فاس قالوا له غير خرج من هذه الحكومه. نعم ضحك فينا العالم السي عبد الاله بالكيران، ولكن هذا السيد ملي جا. ولهذا على رئيس الحكومه اليوم ان يقول للراي العام ما علاقته بداعش والنصره وبالمخابرات الصهيونيه الموصاد. لكنك أنت لست ضد التعامل مع إسرائيل حتى أخذ الجانب الإسرائيلي من الموضوع، بدليل بعض الصور أو يعني الفيديوهات اللي ظهرت على الإنترنت وأنت توشح بأوسمة إسرائيلية. ما أنت معاهم طارد لدرجة أننا وصلنا معهم حتى البرنامج الخيط الأبيض. مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدينا عبر قناتين دزم الأرضية والفضائية. إلى لقائنا الإنساني الاجتماعي الحواري الأسبوعي التصالحي والذي يربطنا بكم بالخيط الأبيض مساء كل اثنين. لأني حرمت الدفء العائلي منذ الطفولة، كان دائما حلمي وأملي أن أبني حياة سعيدة مستقرة تعوضني الحرمان الذي كبرت في أحضانه. إذا هناك مشاكل أكيد نفسية. السي عبد الاله انت اللي لحيتي على الخيط الابيض وانت اللي جيتي. انا اللي جيت الاخوان. وهذاك الشخص العام كامل اللي فات هو خدام، ما خلاش شي غريبه من الغريب اللي ما قالها على رئيس الحكومه وسكت ودير الصواب. المغاربه تيقولوا العداوه ثابته والصواب يكون، ما خلاش شي حاجه. واش نذكرك شي وحيده فيهم؟ يجيو فينا ويجيو علينا. عبد الاله بن كيران مع كامل الاسف، ولما قرر أردوغان زيارة عبد الاله بن كيران شعلت النار الآن في تركيا ولا زالت مستمرة. سي عبد الاله بن كيران كان سيتوجه إلى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل إلى تشيك. إذا هناك شيء ما مقدر من عند الله. هذا الرجل يمكن قدامه ما مباركيش ما مساعدش. وكتلقى راسك وسط عالم ديال التناقض، اليوم كلمة وغدا كلمة وهانية. اسمحوا لي أنا وزير في حكومة جلالة الملك. أنا ما كان زايدش عليه، أنا ما كان زايدش عليه. استمعنا إلى بعض تدخلات الساكنة سواء على المجتمع المدني أو النساء والقدماء يعني شيوخ هذه المدينة. وغادي نشوفوا بعض التدخلات لبعض المواطنين ردا على هذا الشيء اللي كيوقع كامل. صابه على مستوى الرأس عندما كان يهم بمعية وفد قيادي من قيادة، ولكن غادي ندافع على العلم. ومع آخر الأخبار الخاصة بالتعليم في المغرب،
غادي تكون عندك التاسعة، يعني الثالثة إعدادي عندك الحق نيشان تمشي للدكتوراه بلا باك بلا حتى شي حاجة، يعني من الحمارة للطيارة. درتش الباك، ولكن درت ما يعادل الباك في هذا المستوى ديال هذه الشركه، ومن بعد مشيت سجلت في البحث ديال الاطروحه في جامعه ساندوني في الفلسفه وفي قسم علم الاجتماع. ومن بعد مشيت الى الجامعه العربيه، طبعا خذيتها في الفلسفه. الفلسفه ايه الماجستير ده قبل الاعداديه ولا بعد؟ قبل محطه البنزين على طول عند الحاج محمود. وشي وحدين بداو كيبدلوا الطريقه ديالهم في الخطاب، ولاو كيدخلوا في شي حاجه جديده عليهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا قوم، يا أهل البدع والنار، يا أهل الطبلة والمزمار، فلتسقط الحكومة ولتسقط الصحافة. ووحده سكتات حتى عيات وقالتها بدراسه. فقر في بلادنا، لان كتمشي دابا الاحياء الشعبيه كتلقى النص ديال الشباب ضايع، داير الحياه وداير قشابه وهز مصحف كيقول لك انا ما عندي حتى باش نخلص قهوه على صديقه ديالي لا عندي شي صديقه، اذا المصحف هو غراتوي وكنجلس انا في الجامع وكنتامل مع راساتي، والنص الاخر كله مقرقب. من يسمح لي والله يرحمك يا صويلح لينا مع الصلاقة الله ينعم. ولكن كاين من الاحزاب اللي ما كيدرزوش على الرئاسه، لان احنا ما كندرسوش باش ناخذوا الرئاسه. والله مرجل والله مرجل، لا شامي ولا مصطفى ولا كلكم، والله مرجل والله مرجل والله مرجل. رايك اللائحه اجيتكم شفنا عاد ديك الساعه ديال اللائحه ديالك ما تجيبش البراني اللي مازال ما عرفتيش، حنا اللي كبرنا لك الشهر الله ينور الوالدين. والله ما خليتك راه انا بحالي بحالكم الشفاره الاخرين على فلوسك. الشفاره راه عطيتكم 10 المليون اللي عطيت لكم بلا المصاريف ديالي. دابا بغيت فلوسي وغادي ندعي باباكم. هادي وهادي ماشي شي مضاربه نيت شويه، وما حتى ما كيتضربوش باش يوصلوا للرئاسه. عطينا الفيديو نشوفوا واش كيديروا. المهم من هذا الشيء كامل نمشيو نصوتوا على اللي بان لنا فيه الخير لهذه البلاد، وما نبيعوش صوتنا، وما ننساوش باللي الله فوق كل شيء. والسلام عليكم.